أنا نوصل نسأل نفسنا علاش ولادنا يمشوا يرموا روحهم في البحر. هل القضية تاع الشغل؟ أعتقد أن هناك قطاعات تبحث على اليد العاملة. هل قضية تاع إعطاء المقابل لشهادات، قال قرا وجاب ماستر ولا جاب دكتوراه وماهوش باش يخدم في الفلاحة ولا يخدم في البناء، مع الأسف حتى إلا هجر وصل لهيه وخرج سالم، أحسن الحالات يروح يلقط تشينا ولا طوماطيش. هل الجوع؟ الحمد لله الجزائر من اللي استقلت ما تعرفش الناس تموت بالجوع في الجزائر. إذن من هذا كله أنا نوصل نسأل نفسي، يعني ماهيش مش نعبر على موقف سياسي ولا يقدر يكون موقف سياسي، لماذا أبناء الجزائر يبحثوا على حاجة أخرى؟ هل موش تصور؟ أنتم مازالكم شباب، احنا ثاني كنا شباب في سن 20 وما يدور حول 20. الشاب طبيعة الحال يحوس يدير المستقبل، مسح يحوس يعيش. هل الغلق اللي رانا غالقين على روحنا ما خلاش ولادنا ما يقدروش يعيشوا؟ لكن نهار نتبع حكاولي ما تبعتش، قال سائل سأل واحد من الشيوخ تاعنا، كثروا الآن الناس اللي يديروا فتاوي، قال كذا وهدر له على خمر حاشاكم، قال له الماركة هذه تسمى معسكر، قال له يناشد ناس معسكر يثوروا باش يمنعوا. حبينا نكونوا مسلمين أكثر من المسلمين، حبينا نكونوا عرب أكثر من العرب، حبينا نكونوا أمازيغ أكثر من الأمازيغيين، حبينا نكونوا اشتراكيين أكثر من الاشتراكيين. وساعات احنا نقول حبينا جماعة غارقين على روحنا في حلقة ولا في صالون، ولا نوضع تصورات لمجتمع، والمجتمع على الأقل فيه أجزاء نظرتها ما تشابهش مع هذه النظرة هذه.